في شقة في عمارة في مصر الجديدة، كل اللي دخلها وسكن فيها ما كملش فيها شهر، ويا إما مات يا إما اتجنن. العمارة دي مبنية من سنة 1984 في شارع هادي قريب من ميدان كبير في مصر الجديدة. العمارة فيها 7 أدوار وكل الشقق مأهولة ما عدا شقة واحدة، الدور الرابع يمين. الشقة دي بقالها سنين مقفولة، وسكان العمارة نفسهم كانوا بيقولوا لبعض إياك تفتحها، شقة ملعونة. لكن في يوم جه شاب من الصعيد اسمه أحمد، وكان لسه جاي يشتغل في شركة كبيرة جنب المنطقة. دور على سكن ولقى الشقة دي إيجارها رخيص جدا، أقل من نص تمن الشقق اللي حواليها. راح شافها، كانت نظيفة متوضبة، بس ما فيهاش شوح ولا حتى ريحة سكان. الساعي بتاع العمارة قال له محدش بيقعد فيها أكتر من كام يوم، بس انت حر. أحمد ضحك وقال مفيش حاجة اسمها شقة مسكونة، الخوف ده في العقول. اللحظة كده أول ليلة أحمد سمع صوت خطوات جاية من فوق رغم إن السقف فاضي ومفيش شقة فوق. تاني ليلة الباب خبط لوحده، وكل لما يفتحه مفيش حد. تالت ليلة اتكلم في تليفون مع أمه وقالها أنا حاسس إني مش لوحدي في الشقة، كل لما نام بحس إني حد بيبصلي من جوه المراية. أمه قالت له يسيب الشقة فورا، بس أحمد كان عنيد وقال هيبات آخر ليلة. الساعة 3:15 بعد نص الليل العمارة على صوت صريخ عالي جدا، وبعدين صوت حاجة بتتكسر. أول ما الجيران طلعوا لقوا باب شقته مفتوح، وأحمد واقع على الأرض متشنج وعينيه مفتوحة وصباعه بيشاور ناحية الحيطة. لما الإسعاف وصلت قالوا ده عنده سكتة قلبية مفاجئة. الحيطة اللي كان بيشاور عليها كان فيها رسمة مرسومة بقلم رصاص، رسمة لوش مرعب، وش له عيون سودة كبيرة وفم مفتوح كأنه بيصرخ. والأغرب كان مكتوب تحتيها بخط صغير جدا أنا كنت قبلك وإنت مش هتكون الأخير. بعد الحادثة أهل أحمد جم خدوا حاجته ورفضوا حتى ياخدوا الفلوس من صاحب العمارة، وقالوا الواد مات رعب مش مرض. الشقة اتقفلت تاني، ولحد النهاردة كل ما حد بيحاول يفتحها النور بيقطع في العمارة كلها.